أنا عندي سؤالي هو البني آدم اللي بيجي يقولك أنا أعمل إيه؟ طب أنت بتقولي عشان تاخد رأيي وتعمل بالنصيحة اللي أنا هديها لك، ولا أنت بتقولي فض مجالس؟ فكرة أعمل إيه دي باب بحر. أنت بتقول أنا أعمل إيه؟ طب ما أنت ربنا خلق لك عقل. هل أنت وقفت معرفتش إن أنت تعمل أي شيء فجيت تاخد رأيي؟ طب أنت خدت رأيي ما عملتش بيه، خدت رأي ناس تانية. بس فكرة ان انت تبقى ماشي بآراء الناس التانية ليه؟ انت مش ربنا خلق لك عقل؟ ما عنديش اي مشكلة ان انت تاخد رأي واحد اتنين تلاتة، يمكن حاجة واقعة منك مسقطها، حاجات كتيرة قوي. لكن فكرة البني آدم اللي دايما متكل على غيره اللي هو يعمل له كل حاجة، انا اعمل ايه؟ طب انت مخلوق ليه؟ مخلوق بلا هدف؟ مفيش اي حاجة انت تقدر تعملها غير اللي انت بس كل حاجة انا اعملها ازاي او انا اعمل ايه. ليه؟ في بني ادمين كتير قوي في حياتنا بنفس الطريقة، انا اعمل ايه. لا، البني ادمين دي بياخدوا كمية طاقة منك بطريقة مهولة. مش عارفة بصراحة، انا واحدة من الناس ابعد عن الناس دي بشتى الطرق، لان خلاص هم بقوا متكلين على اي حد تاني اللي هم يعملوه، لان ده الباب السهل بالنسبة لهم. هم يعملوا اي حاجة بس خلاص، وفي شتى الطرق هم ما بيعملوش اي حاجة غير اللي هم بياخدوا كل المجهود اللي في حياتنا. مين قابل في حياته هو يعرف يعمل ايه؟ هستنى اجاباتكم بسرعة.